في هذا الفيديو سوف نقدم إجابة لهذا التمرين الخاص جدا، حيث المطلوب منا أن نحسب هذا التكامل من 0 ل1 لدالة ln 1 على x أس 2023. وكما قلت خاص جدا لأن هذه الدالة ln 1 على x غير متصلة في الصفر. شيء آخر أيضا أن هذه الدالة مرفوعة لأس 2023. وبما أنه تكامل خاص فإن له أيضا طريقة خاصة جدا من أجل الحل، وهي بتحويل هذا التكامل إلى دالة جاما. فما هي دالة جاما وما هي خصائصها؟ سنبدأ أولا بتعريف أولير لدالة الجاما، حيث أنها توجد في العديد من الأشكال، ولكن الأكثر استخداما في التطبيقات سواء رياضية أو فيزيائية هو التعريف بالتكامل، حيث جاما بهذا الحرف الكبير جاما إكس تساوي تكامل من 0 لما لا نهاية ل tx ناقص 1 أناقص t dt. وهي دالة مهمة جدا لأنها كان الهدف أولا منها هو تعميم دالة العامل الفاكتوريال. فمثلا المشهور جدا أن لكل n عدد صحيح أكبر من أو يساوي 0، فإن دالة العامل لهذا العدد هي n مضروبة في n ناقص 1 n ناقص 2 ضرب 2 في 1. مثلا 3 فاكتوريال تساوي 2 في 1، لكن 1 على 2 فاكتوريال وناقص 1 فاكتوريال كان يطرح مشكلة. إذا الهدف من هذه الدالة هو تعميم دالة العامل الفاكتوريال لجميع القيم، سواء كانت صحيحة طبيعية أم تنتمي إلى R أم سالبة. شيء آخر أيضا تساعد في حل بعض التكاملات الغير العادية، فمثلا في هذا التمرين إضافة إلى مجموعة من التطبيقات الأخرى. والآن سنمر لما هو مهم، وهو بعض الخصائص هذه الدالة وتطبيقاتها وكيف نطبقها في حل التمارين. سنبدأ مع أول خاصية وهي قيمة جاما لواحد. نعوض x هنا بواحد، t أس 1 ناقص 1 وهي t أس 0 هي 1. إذا جاما 1 يساوي التكامل من 0 لما لا نهاية ل أناقص t dt. الأصلية ل أ ناقص t هي ناقص أ ناقص t، ويستحسن أن نكتب نهاية لما تكون ب لما لا نهاية ل ناقص أ ناقص t من 0 ل b. يمكن التعويض بما لا نهاية هنا مباشرة في مكان b، يمكننا وضع ما لا نهاية، ولكن من الأفضل أن نحسب نهاية b لما تذهب إلى ما لا نهاية ل ناقص أ ناقص t بين 0 و b تساوي النهاية ل b في ما لا نهاية ل ناقص أ ناقص b زائد 1. أن نعوض b بما لا نهاية هنا فنحصل على أ ناقص b هي عفوا أ ناقص ما لا نهاية هي 0. إذا جاما 1 تساوي 1. إذا أول خاصية أن جاما 1 يساوي 1. والآن لما تكون جاما x زائد 1، حيث إذا الخاصية 2 أن لكل x ينتمي لصفر ما لا نهاية جاما x زائد 1 يساوي x جاما x. وللبرهان على ذلك لدينا جاما x تساوي من 0 لما لا نهاية لهذا التعبير. إذا جاما 1 زائد x نذهب إلى تعبير t، نعوض هذه الإكس بواحد زائد إكس فنحصل على t 1 زائد إكس ناقص إكس هي tx مضروبة في أو الإكسبوننسيال ناقص t dt. إذا جاما إكس زائد 1 يساوي من تكامل من 0 لما لا نهاية ل t أس إكس مضروبة في أو ناقص t dt. نقوم بحساب هذا التكامل باستعمال المكملة بالأجزاء. نضع u تساوي t أس إكس و v' تساوي أو ناقص t تكافئ أن u'. نقوم باشتقاق هذه الدالة هي x مضروبة في tx ناقص 1، والدالة الأصلية لإكسبوننسيال ناقص t هي ناقص إكسبوننسيال ناقص t. إذا جاما x زائد 1 تساوي، إذا جاما x زائد 1 يساوي u مضروبة في v بين 0 لما لا نهاية لناقص tx أموان مضروبة في إكسبوننسيال ناقص t زائد تكامل من 0 لما لا نهاية لهذه x، لأن لدينا هنا المتغير هو t. إذا x غير متعلق ب t نقوم بإخراجه من التكامل لصفر إلى ما لا نهاية ل tx ناقص 1 مضروبة في أ ناقص t. وإن قمنا بالتعويض هنا
تاي نعوضها بما لا نهاية إكسبوننسيال ناقص ما لا نهاية هي صفر، إذا القيمة الأولى صفر ناقص إن قمنا بالتعويض هنا تاي بصفر، صفر مضروبة في هذا التعبير هو صفر، إذا هذه القيمة تساوي صفر. إذا جاما إكس زائد واحد يساوي إكس مضروب، هذا التعبير هو نفسه جاما، إذا جاما إكس زائد واحد يساوي إكس جاما إكس لكل إكس ينتمي لهذا المجال صفر إلى ما لا نهاية. ويمكن لو أخذنا هنا إكس يساوي 10، إذا جاما لإحدى عشر تساوي 10 مضروبة في جاما 10، إذا جاما إحدى عشر تساوي 10 مضروبة في جاما 10 مثلا. إذا جاما لأربعة، إذا إكس هي 3، إذا جاما 4 تساوي 3 مضروبة في جاما 3. جاما 3 أيضا لو قمنا بتطبيق هذه الخاصية نعوض إكس باثنان، إذا جاما 3 تساوي هي 2 مضروبة في جاما 2. نفس الشيء أيضا بالنسبة ل جاما 2 نعوض هي 1 مضروبة في جاما 1، إذا هذا التعبير أيضا يمكن أن يساوي 3 في 2 في 1 مضروبة في جاما 1. ولقد حصلنا على قيمة جاما 1 تساوي هذه القيمة هي 1، إذا هذا التعبير يساوي 3 في 2 في 1 هو نفسه 3 فاكتوريال. إذا يمكننا تعميم هذه الخاصية على جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية الأكبر من صفر. إذا لدينا جاما إكس زائد واحد يساوي إكس جاما إكس، جاما إكس نعوض هنا لنحصل فقط على جاما إكس هي 1 ناقص إكس زائد واحد تساوي إكس مضروبة في إكس ناقص واحد مضروبة في جاما إكس ناقص واحد، هذه نعوض ب إكس ناقص 2 زائد واحد تساوي إكس ناقص 2 جاما إكس ناقص 2، إذا جاما إكس زائد واحد تساوي إكس مضروبة في إكس ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص 2 مضروبة في إكس ناقص 3 إلى واحد جاما واحد، حيث أن جاما واحد هي واحد، إذا لكل إكس ينتمي ل n إطوال جاما إكس زائد واحد تساوي إكس فاكتوريال. إذا الخاصية الثالثة لدالة الجاما أن جاما إكس زائد واحد تساوي إكس فاكتوريال لكل إكس ينتمي إلى n إطوال. توجد خصائص أخرى لهذه الدالة سنحاول أن نسردها في فيديوهات أخرى، ولكن يكفي أن نستعمل هذه الخاصية الثلاثة للحصول على قيمة التكامل الذي لدينا أو حل التمرين. قبل ذلك سنقدم مثال. فلو كان مثلا المطلوب منا في التمرين أن نحسب قيمة هذا التكامل من صفر لما لا نهاية للتي أس 100 مضروبة في أو ناقص تي، فأسهل طريقة سوف نقوم بها واستعمال خاصية دالة جاما. لدينا جاما إكس زائد واحد يساوي هذا الشكل من صفر لما لا نهاية، تكامل من صفر لما لا نهاية تي إكس مضروب في أو ناقص تي، وهذا التكامل معطى هو بنفس تلك الصيغة، حيث أن الإكس هنا هي 100، إذا هذا التكامل يساوي جاما ل100 زائد واحد يساوي 100 فاكتوريال. والآن سوف نعود لتمريننا. فأول شيء يجب أن نقوم به هو تحويل صيغة هذا التكامل إلى دالة جاما، يجب أن نحولها إلى هذه الصيغة. من أجل ذلك سوف نضع متغير، إذا نضع متغير t يساوي ln واحد على x يكافئ أن x يساوي إكسبوننسيال ناقص t. لو أدخلنا الإكسبوننسيال بطرفي هذه المعادلة نحصل على التعبير x يساوي إكسبوننسيال ناقص t. يجب أيضا أن نحسب dx بدلالة dt، إذا dx يساوي ناقص أو ناقص t dt. شيء آخر أيضا يجب أن نغير حدود هذا التكامل، لما تكون x تساوي صفر، x تساوي صفر فإن t يساوي، إذا x تساوي صفر، واحد على صفر هو ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية هي ما لا نهاية، إذا t تذهب إلى ما لا نهاية. لما يكون الآن x يساوي واحد نعوض هنا بواحد، هي إلى واحد على واحد هي إلى واحد هو صفر، إذا هذا التكامل من صفر لواحد إلى واحد على إكس أس 2023 دي إكس يساوي ناقص، نقوم بإخراجها خارج التكامل، إذا إكس لما تذهب للصفر تي ما لا نهاية، ما لا نهاية صفر إكسبوننسيال ناقص تي مضروبة في تي أس 2023 هي إلى واحد على إكس هي تي أس 2023 دي تي. وسوف نستخدم هذه الخاصية في حساب التكاملات.
لما يكون تكامل من A ل B ل fx dx فهو يساوي تكامل من B ناقص هنا ناقص تكامل من B ل A ل fx dx. إذا نقوم ب عمل هذه ما لا نهاية هنا وصفر مكان A مع حذف هذه الإشارة ناقص. إذا هذا التكامل يساوي تكامل من صفر لما لا نهاية مضروب ل t أس 2023 إكسبوننسيال ناقص t دي تي، وهو نفس شكل أو هو نفس شكل لدالة جاما x زائد واحد، حيث لدينا جاما x زائد واحد يساوي هذا التعبير من صفر لما لا نهاية tx مضروبة في إكسبوننسيال ناقص t دي تي، حيث أن هنا x هي 2023. إذا هذا التعبير أو قيمة هذا التكامل هي جاما ل 2023 زائد واحد. إذا يساوي جاما ل 2023 زائد واحد، حيث أن 2023 عدد صحيح طبيعي، ولدينا هذه الخاصية لكل الأعداد الصحيحة الطبيعية الأكبر قطعا من صفر جاما إكس زائد واحد يساوي إكس فاكتوريال. إذا جاما 2004 قيمة هذا التكامل تساوي قيمة هذا التكامل يساوي 2023 فاكتوريال. شكرا لكم.